بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله أول حاجة في البلاي ليست هنعملها إن إحنا هنبدأ إن إحنا نستول دارت اس دي كي. تمام. فده ملف كده أنا عامله على نوشن، ممكن أبقى أحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. أول حاجة إن إحنا نخش على موقع دارت. هتضغط هنا على من هنا هيدخلك على الموقع على طول. أو ممكن تيجي مثلا تكتب دارت أرشيف، فيجيب لك نفس المكان بالظبط. احنا طبعا هننزل النسخة الستيبل، وبيحمل اهو. هنا بتختار على حسب النظام اللي انت شغال عليه، ماك او اس او لينكس او ويندوز. فانا طبعا حاليا على الويندوز. وطبعا هنا بتختار الفيرجن. وده الفيرجن الستيبل دلوقتي. تمام. هنا على حسب الجهاز بتاعك، ويندوز 64 او ويندوز ارم اللي هو الاكس 64 او ارم 64. وده الديت. فاحنا دلوقتي هنبدأ في تنزيل. انا الويندوز بتاعي اكس 64، فهنزل دارت اس دي كي على حسب النسخة اللي معايا. تمام. كده دلوقتي بدأ بينزل الملف. تمام كده يا شباب، هو كده نزل معانا. هنفتح الملف. تمام. هنيجي هنا ونفك الضغط بتاع الملف. انا عايز بس افكه في مكان يكون فاضي شوية، عشان الدنيا هنا عندي مزدحمة جامد. ماشي، احطه في تمام. هو كده خلص وفك الضغط اللي موجود في الملف، ودخلنا على البارتيشن ده الملف بتاعنا اهو. تمام. هناخد الملف ده مثلا كوبي او كات او اي حاجة، هنحطه هنا في السي. تمام. انا عشان بس مسطبه قبل كده او عامله قبل كده. بعد كده نخش على الملف ده بن. هناخد الباص بتاع الملف. تمام. وهنخش على نكتب هنا environable او env. هيطلع لنا edit the system environment. هنخش على environment variables. او هنروح على الباص edit. بعد كده new. وهنحط الباص اللي احنا واخدينه انا عشان ضايفه قبل كده، فهشيله مش محتاجه. تمام. delete. بعدين نضغط اوكي. 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 تمام. عشان بقى نتأكد ان هو اتسطب عندنا، الضغط اتسطبت عندنا كله تمام. هتضغط هنا، تفتح كوماند لاين، تكتب دارت داش داش فيرجن. كده قال لك الفيرجن الموجود دلوقتي، وده الفيرجن فعلا اللي موجود عندي. تمام، اللي هو الفيرجن 3.9.2. بعدين هنخش على في اس كود عشان نجهز كله بالكامل بقى، يبقى احنا ما عندناش حاجة تانية. هنخش هنا على حاجة اسمها اكستنشن. تمام. في السيرش هنكتب دارت، فاطلع هنا الاكستنشن بتاعت دارت. هنعمل لها هنا انستول، هتنزل عندنا. بس كده. وكون كده شرحنا ازاي نعمل انستول لدارت اس دي كي. وطبعا دي الخطوات انا سيبها لكم برضو في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.